كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كيسيبك صيفطوني للرباط وهيدوك باقي صابر الحمد لله واخا كنعاني. ومؤخرا من بعد هادشي كامل مشيت للرباط، مشيت لتطوان عفوا، وعملوا لي العمليه وداو لي نصبوا عليا الفلوس، وفي الاخر هم تما زادوا خرجوا لي على رجلي داونا الفلوس ديالنا بالعربيه اللي كيجمعوا لي الناس. عملت العمليه تما وداوهم لي حيدوا لي من الحصاير ديالي، يعني الحاله الصحيه لا اله الا الله وصافي. ملي زولوا لي ديك الشيء جازت مده عام وانا كنعاني. حتى شي واحد ما حس بيا، كنمشي مبقاش على الطبيب كيقول لك الطبيب مشى بحالو، يعني دا فلوس ومشى بحالو. هما واحد السيد تعوان الله، ومن ديك الشيء كامل الحل واحد تكلف بيا واحد الطبيب قال لي خصنا نقطعوا لك الرجل. انا ما بغيتش، نزلت على هادشي وعملت باسابورتي ودخلت لتطوان في السبسه وطحت، وعملوا لي العمليه تما قالوا لي خصنا نقطع رجلي. وملي قطعوا لي رجلي الحمد لله انا ما كنحس لا بحريق لا والو، الرحمه الله. مي واحد النداء كنوجهه للمحسنين، انا واحد الانسان عانيت ببال الجمعيات بزاف، عيت ما نطلب، عيت ما نزاوق بالعربيه، شوهوا لي السمعه ديالي، وعيت من مود يدين الناس شي كيزبلوا في الوالدين ديالي، كل واحد شنو كيقول له، كيصورونا فين عايشين بالعربيه، كيستغلوا الصوره ديالي كوسيله باش يسعاو بها. جيت موجه لهاد الناس كندعيكم من الله وكنوجه نداء للمحسنين، انا بغيتكم تعاونوني، انا بغيت نوقف من جديد، بغيت نبني المستقبل ديالي، حتى انا واحد السيد في عمري 20 سنه وبغيت نبني المستقبل ديالي ونحس براسي حتى انا كانسان عادي نجري ونلعب كره. بغيت نركب رجل اصطناعي، مي حنا ما عندناش الامكانيات باش نركبوا هذا الشيء كامل، ما عندناش هذا الشيء. واحد كيقول لك 15 حيت عندي فوق الركبه، واحد كيقول لك 10، ما نجيبوا حنا هذا الشيء كامل. حنا الوالد مسكين خدام غابنا يطالب معاشه، ما نجيب 15. مي الحمد لله هادشي د الله، وكنشكر الناس اللي وقفت معايا، هما اللي وصلوا هاد القناه هنا راهم عارفين راسهم. والناس بنادم اللي كل واحد كيلوم فيا، انت كتسعى بالمرض ديالك، انا ما كرهتش نكون بصحتي، انا ما كرهتش نكون بصحتي وكنمشي بجوج الرجلين، ما نمد يدي للناس وما نقول لهم عاونوني. كنطلب نداء الله يرحم الوالدين، عاونوني، انا بغيت نركب رجل اصطناعي، انا بغيت نركب رجل اصطناعي حيت الحاله الماديه ضعيفه، ضعيفه وبزاف، حتى انا بغيت نشوف راسي واقع. وهادشي اللي عنقول، والصراحه عانيت بزاف، عانيت بزاف، ومع ذلك الحمد لله صابر. الوالدين عانوا معايا مساكين وهيداك باقي صابرين وباقي با خدام عليا مسكين. واخا السنه ديالي عمري 20 سنه هو باقي خدام، كيفيق الصباح وكيمشي يخدم، ماشي على خوتي اخرين، بالعكس عليا انا، حيت بغى اي حاجه يوفرها لي، اي حاجه نقول له خصني نلبس خصو يعطيني، حيت باش ما يخلينيش نحس بالنقص. حيت اني كنشوف بنادم خدام ولا بنادم كيلعب انا كيبقى فيا الحل. مي الحمد لله كنسكيها في قلبي ونقول دابا ربي، حيت الحمد لله انا ربي بغاني هيدا. وبا مسكين كبير في عمره، شحال قد بقى خدام، نهار اللي جيت تحت الفراش نبقى انا كياكلوني الدهت، شكون غيخدم عليا؟ حيت انا ديجا كنت مشيت فيا الحرقه، خصني نخدم. مشيت عند واحد الراجل كنعرفو سيد، قلت له انا بغيت نخدم وخاصني 50 درهم 30 في النهار، ماشي مشكل نبقى معاك في محل الحوايج. قال لي واحد الهضره اللي ما تنساش، قال لي واش ما خي الياس ما خدموش حتى اللي بصحتهم، حتى اللي بصحتهم ما خدموش. بقات فيا، وهنا اليوم في صحه جيده الحمد لله، ما عندي مرض ما عندي والو، وانا صحيح ما بقيت كنتبع في الطبيب، ما بقى والو. خصني حاجه وحده، طلب واحد اللي عندي، حاجه وحده، رجل اصطناعي نوقف ونمشي ونتحرك عليه بحال الناس ونحيد من هاد العكاكز
الحين صراحة 4 سنين وما سامعيني دبروني. انسى دبران هنا ودبرات كيكونون هنايا دبروني. خصني نوض الطواليت حاجة خصني نوضهم معايا، خصني نخرج للزنقة خصني نديهم معايا في اي حاجة. غير لا فلت واحد وطحت كنجي انا في الارض. يعني 4 سنين هما معايا. هادشي كامل لله وحنا صابرين. وكنوجه نداء الاخر راني الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا فيا بعين الرحمه، وانا بغيت نركب الجلس الاصطناعي. اي واحد بغى يعاونني مرحبا باي حاجه، ما عندكش يقول غير الله يشافيك وبارطاجي فيديو يكون عندك خير عند الله. الله يرحم الوالدين ديالكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.